اهلا بكم حضرات في حلقه جديده من برنامج نادر العاصمه. تنويه هام: اي كتاب بنتكلم عنه بيكون 90% من الكلام خارج الكتاب. احنا بناخد القواعد ونحللها بعقولنا علشان ما نحرقش الكتاب على الناس. في كتاب الامير لميكافيلي فيه مفتاح بيقول: السلطه تنتزع ولا تعطى. السلطه عمرها ما كانت هديه ولا المجد توزع بالعدل في يوم. في عالم القوه مفيش تقدير، في انتزاع. اللي بيستنى يتعين او يكرم بيتحول من قائد محتمل لتابع دائم، مكانه دايما تحت وسط اللي بيسقفوا. السلطه في الغالب بتبقى قذر، ومع الوقت بتجبر اللي بيطلبها انه يتحول لنسخه قذر، وعادي جدا يمسح تاريخ غيره عشان يكتب تاريخه. من قرون كان تتويج اي ملك في اوروبا ليه طقس مقدس. الملك يقف راكع قدام البابا بتاعهم، والبابا يرفع التاج ويحطه على راسه عشان يعلن ان السلطه دي هبه من السماء مش من البشر. الرساله كانت دايما واضحه، حتى الملوك خاضعين للكنيسه. لكن سنه 1804 العالم كله كان بيتفرج على مشهد تتويج اسطوري في كاتدرائيه نوتردام في باريس. نابليون بونابرت القائد اللي طلع من رماد الثوره بعد سنين من الدم واقف قدام البابا بيوس السابع. في لحظه تتويج نابليون كامبراطور فرنسا، البابا رفع التاج فوق راسه. قبل ما يلمسه نابليون مد ايده وخده بثبات. نابليون خد من ايده التاج ورفعه قدام العيون كلها وحطه على راسه بنفسه. في لحظه صمت عمت الكاتدرائيه. اللي حصل ما كانش تتويج، ده كان اعلان تمرد على 1000 سنه من التقاليد. الرساله كانت صريحه: انا مش بستمد سلطتي منكم، انا مصدرها. في اللحظه دي نابليون ما حطش تاج على راسه، وحط خط فاصل بين عهدين. عهد كانت فيه السلطه بقرار من الكنيسه ورضاها، وعهد جديد القوه بقت بتتولد من جوه الانسان نفسه. عشان كده كتير من الكتاب والفلاسفه اتفقوا ان السلطه لا تعطى، السلطه تنتزع. وده اللي قاله ميكافيلي، ان مفيش قائد اتعين بالعطاء، وانك لو استنيت اذن هتفضل تابع. لكن طبعا ده غلط. كتير خدوا السلطه بحب الناس، وكتير كانوا بيستحقوا المكانه بتاعتهم وخدوها. المفتاح الثاني ميكافيلي قال فيه: احكم الناس بعاداتهم مش بعقلك. ميكافيلي معاه حق، لانه كله عاجبه عقله لكن مش كله بيسيطر على عاداته. فاسمع مني انا، الناس مش بتتحرك بالعقل ولا بتاخد قرارات بالعقل، بس بتاخدها بالعرف، بالعاطفه وبالخوف. اللي هيحاول يحكم الناس بالعقل هيخسره، لكن اللي يفهم عاداتهم هيمتلكه. القوه مش انك تقول فكره منطقيه، القوه ان ازرعها واخليهم يتعودوا عليها وتبقى عاده عندهم، اخليهم يحسوا ان الفكره جزء من هويتهم واصلهم. مدير شركه دخل على موظفينه الصبح، لقاهم بيشربوا قهوتهم وبيتكلموا عشان يفوقوا للشغل. قال لهم: انا هشيل مكنه القهوه عشان تشتغلوا اول ما تيجوا على طول. مدير ضعيف، عايز ابطل اقول الحاجات دي للناس. المدير هيقول لهم: ايه رايكم نشرب القهوه الصبح في اوضه الاجتماعات، نضحك ونهزر ونخطط ليومنا. هنا لو حاربهم بعقله هيخسرهم، لكن لما حاربهم بعاداتهم كسب. عرفتوا انا ليه لابس احمر؟ ميكافيلي اتكلم في اسلوب شيطاني، لان الشيطان عمره ما حارب عقل الناس، دي حرب استنزاف واخرها ان العقل هيامن. الشيطان بيحارب بالعادات. صاحبك بيشرب سجاير، ايه يعني؟ انت عاقل ياض ولا 1000 صاحب يشدك. هنا زرع العاده اللي هو صاحبك، وبعد عن اقناع عقلك بالسجاير لحد اليوم اللي هيحصل لك فيه مشكله وصاحبك يهون عليك بدخانه. هو ما اقنعكش، لكن كل يوم كان بيوريك صاحبك بيحل بيها مشاكله، ودي الطريقه اللي بيفكر بيها كل متلاعب. ما بيحاولش يقنعك، بيخليك تتعود. المفتاح الثالث: الحظ ما بيخدمش غير الجاهز ليه. والجمله دي مش جديده في العالم بتاعنا. سينيكا الفيلسوف الروماني من اكتر من 2000 سنه قال ان الحظ هو تلاقي الاستعداد مع الفرصه. لويس باستير سنه 22 قال: الحظ ما بيخدمش غير العقول المستعده. توماس اديسون سنه 31 قال: الحظ الحلو لما تجتمع الفرصه بالتخطيط. وانا حضرت جاي اسيب توقيعي زيهم واقول لك: السعي هو مفاوضاتك مع القدر على طاوله اهدافك. فلازم تفهم ان الحظ او القدر هو العامل الاساسي للنجاح المبالغ فيه، لان السعي لوحده مش كفايه. واللي بينجح لازم يفهم ان كان جنبه 20,000 بيجتهدوا برضه، بس القدر اختاره هو. وحتى لو القدر ما خدموش بفرص فهو ما عطلوش باسباب خارجه عن ارادته. عادي تبقى في الوقت والمكان الغلط وتحصل حاجه تغير مسار حياتك كله. كلنا عادي، حتى الشاطر مننا. بس زي ما قلت، في ناس مفاوضاتها مع القدر مش بتخلص غير بصفقه، حتى لو صفقه صغيره بس تغير وضع مش مرغوب، ويبقى ماشي في طريق الحظ والفرص فيه اكتر. والقدر او الحظ بلغه العصر مش ظلم، ده ميزان بيحدد مين يستحق ومين مش جاهز. الحياه مش بتديك على قد نيتك، بتديك على قد استعدادك وامكانياتك والخبرات اللي في ايدك. ويا اما تهجم بكل ما فيك، يا اما تتفرج على حد تاني بياخد مكانك وانت لسه بتجهز نفسك. فخلينا برضو نترجم ان الحظ هو الفرصه. في اللي بيكون جاهز واللي مش جاهز، والفرصه مش بتديك اشعار قبل ما تيجي. يا تفضل تسعى لحد ما تجيلك وتهجم بكل قوتك، يا تفضل تتمنى الفرصه وحتى لو جت مش هتفهمها. زي اول يوم توظيفك بتبقى بس عايز مرتب مرضي وتتعلم، بعدها ممكن تشتغل في شركه بمرتب اقل لكن مكانتك فيها اعلى وفرصه انك تترقى اكبر، لانك بقيت فاهم يعني ايه فرصه. وفي النهايه الحظ مش بيحب الناس الطيبه ولا بيحنن على اللي بيستناه. الحظ بيحترم الجاهز وبيحتقر اللي لسه بيجمع نفسه. المفتاح الرابع: الذكاء السياسي اهم من القوه. القوه تخوف الناس منك، لكن الذكاء يخلي الناس تدور عليك. حتى لو خايفين منك بيخليك ضروري حتى لو خطر. الذكاء السياسي هو انك تمشي قدام اللحظه بخطوتين، انك تشوف حقيقه نفسك وعدوك ومحيطك وتختار الحقيقه الوحيده اللي تخليك تفوز. وزي ما بنعمل في كل حلقه تخص كتاب بنشرحه بطريقتنا، خلينا
خليني اوضح لك حاجه، عقلك اداه معقده جدا، ممكن يخليك تستسلم برضاء الشرف، زي القائد اللي بيدخل حرب خسرانه عشان يرضي غروره ويتقال ان نهايته كانت معركه، مات وهو بيحاول وما انحناش للاعداء. العقل بيوهم اغلب الناس ان هو الشخصيه الرئيسيه وان العالم كله بتاعه، وده ضد ان الشخصيه الرئيسيه تنحني لشخصيه ثانويه. يعني مثلا عقلك ما بيشوفش ان الوزير وزير وشخص ليه حياه وتفاصيل دقيقه، وما بتشوفش ان هو كمان شايف ان الحياه كلها بتاعته. عقلك لا اراديا بيوريك ان الوزير مجرد دور في اللعبه الكبيره اللي انت اساسها، فازاي عقلك هيقبل ينحني او يخسر؟ وده اللي بيقع فيه كتير حتى القاده، غرور القوه، لان مش كل اللي دخل معركه وانتهى كان شايف نهايته، بالعكس اغلبهم بيبقى شايف النصر، لحد ما العالم يرد عليه ويقول له انت مش الشخصيه الرئيسيه، انت مجرد دور. وده اللي بيخلي اغلب الزعماء ينتهوا لما القوه تحكمهم مش السياسه، لان صعب جدا يا حضره شخص يقبل ينحني عشان ياخد فرصه يكمل حياته. ودي النقطه الفاصله اللي لو فهمتها هتتحول لعبقري. اغلب الناس هيختاروا النهايه السريعه الشريفه عن استمرار المعركه والانحناء للخصم حتى لو فيها هلاك كل جيشه. بس العبقري اللي بيمتلك ذكاء سياسي حقيقي هو اللي بيكسر اعمق خدعه بيعملها العقل، ان الكرامه دايما في الهجوم والانسحاب دايما خوف وضعف. بالعكس الذكاء السياسي والتراجع ساعات بيبقى هو الحركه الوحيده اللي تمنع نهايتك، هو اللي بيخليك تعيش يوم كمان عشان تكسب حرب اكبر بكتير من معركه عناد. وهنا الفرق بين القائد والفقير فكريا، الفقير هو اللي يموت وهو ماسك في شعور شريف، القائد بيعيش عشان ماسك في نتيجه. الناس تموت بالمعنى لكن القاده يعيشوا بالاستراتيجيه، وده انا مش ميكافيلي. المفتاح الخامس، القرارات الصعبه تتاخد بسرعه والقرارات الحلوه تتاخد بالتدريج، بس بين السرعه والتدرج في خيط بسيط اسمه الحكمه، واللي ما بيعرفش يمشي عليه يا اما بيقع في الاندفاع يا اما بيقع في الجبن، لان الحقيقه اللي محدش بيحب يسمعها القرار الصعب لو اتاخر بيتحول هو نفسه الكارثه، زي نار صغيره لو ما طفيتهاش بدري هتولع فيك. والقرارات الحلوه لو اتاخدت بسرعه بيبقى تهور وتنازل وبيفقد قيمته. طبعا ميكافيلي كان بيتكلم بشكل سياسي ان القرار القاسي زي العقاب او الهجوم او قطع الخطر من جذوره لازم يتاخد بسرعه عشان الخوف يتشبع بالعقاب، والوجع من القساوه ما يتحولش لكره وانتقام. والقرارات زي الاصلاح والتغيير واعاده البناء لازم تحصل بالتدريج عشان الناس تستوعبها وتصدقها، وده لان الخير لو جه فجاه بيبقى مصدر شك. ميكافيلي كان فاهم طبيعه الجماهير، الصدمه السلبيه لازم تتاخد بسرعه، لكن الصدمه الايجابيه لو اتاخدت بسرعه بتثير الشك، يعني اضرب بسرعه وصلح ببطء عشان اللي حواليك ينسوا الوجع بسرعه ويفضلوا دايما شايفين انك بتصلح وتبني، وده اللي بتاخد فيه وقت. لكن هنا بقى الفخ الحقيقي، مش كل قائد حقيقي بيعرف يوازن بين الضربه والبنيان، في اللي بيضرب زياده فبيتحول لوحش، وفي اللي بيبني بسرعه فبيبان ضعيف او بيشتري حبهم. القائد الفعلي هو اللي بيعرف يوجه الوجع والامل، يوزع الالم في لحظه سريعه ما تلحقش تكبر، ويوزع الخير عليهم ببطء لحد ما الناس تحس بقيمته وتصدقه وتحافظ عليه. وفي حياتك انت كمان القرار مش بيتقاس بذكائه، بيتقاس بتوقيته. اتاخرت في قطع الخطر هيكبر ويبقى عدو، استعجلت في اصلاح هيبان انك بتجرب مش بتصلح. وده اللي ميكافيلي كان بيقوله بس بطريقته، اوجع مره واحده احسن مرات في حياتك وفي شغلك وفي علاقاتك. القرار القاسي لو ما اتخذش بدري هيتحول هو نفسه للخطر اللي كنت بتحاول تهرب منه، والقرار الحلو لو استعجلته هيفقد قيمته وهيقلل من هيبتك. افهمها كويس، الضربه اللي بدري امان ليك والخير اللي على مهل احترام. المفتاح السادس، خلي الناس تهابك اكتر ما تحبك لو ما قدرتش تجمع بين الاثنين. ميكافيلي ما كانش بيمجد القسوه، هو شاف العالم زي ما هو، العواطف بتتغير بس الهبه بتفضل. الحب شعور، والشعور اول ما المصلحه تتهز الحب بيتهز، لكن الهبه نظام والنظام بيعيش اطول من قلوب الناس. ميكافيلي كان دقيق، يهاب لا يكره، يعني الخوف من هبتك مش من ظلمك. خلي الناس تحترم قوتك لكن ما تكرهش وجودك. صلاح الدين الايوبي ما كانش قائد الناس بتحبه بمعنى العاطفه، كان قائد الناس بتهاب حضوره وبتحترم حدوده، هبه مبنيه على عدل، ما يكسرش خصم الا لو مضطر، وما يذل الشعب عشان يثبت قوته. وعلى النقيض تماما تاريخ اوروبا مليان ملوك حاولوا يحكموا بالحب وكانت نهايتهم دايما واحده، مؤامره وخيانه وسقوط النظام من الداخل. الحب بيتغير لكن الهبه لو اتكسرت مره عمرها ما بترجع. فلو ما عرفتش تبقى محبوب ومهاب اختار انك تبقى مهاب، لانك لما تفقد محبه الناس ممكن ترجع تكسبها، لكن لما تفقد هيبتك مستحيل ترجع تتحط في مكانتك تاني. وفي لعبه السلطه الاحترام اهم من الحب والهيبه اهم من الاثنين. حياتي حضرات، تتفضل يا حضرتك.